بالحديث عن منى زكي وذكرت الاسم دلوقتي، شفت فيلم ام كلثوم؟ شفته. وايه رايك في اللي تعرضت له منى زكي؟ يعني دي مثلا من مشاكل السوشيال ميديا، ان الناس بدات تهاجم الفيلم قبل ما ينزل حقيقي. ومحدش كان شافه. يعني محدش شاف الفيلم وبدا يقول فيه كلام مش معقول. طب انت شفت حاجه علشان طب استنى اتفرج وبعدين انتقد بعد ما تشوف. يعني زي ما مثلا في اصدقاء صحفيين كلموني في رأس الافعى بعد اسبوع من العرض عايزين يعملوا حوارات. طب شوف الفيلم المسلسل للاخر عشان تشوف انت هتتكلم معايا في ايه. طبعا. انما انت مستعجل على ايه؟ اصبر. فالناس هجمت الفيلم من قبل ما ينزل، وانا عارف ان منى شاطره وهتعرف توصل الشخصيه بشكل كويس. مروان حامد مخرج ليه تقله، مزيكا تصويريه رهيب. فانا عايز اقول انه الفيلم كان فيه مجهود كبير جدا. منى كالعاده ممثله اشطر مما الواحد يتصور. كاركتراتها اللي عملتها مختلفه جدا، كلها متباينه ملهاش دعوه ببعضيها. بتبقى لا هي شخصيه رهيبه يعني، ممثله احب دايما امثل قصادها يعني. اتمنى. انتوا اشتغلتوا مع بعض كذا مره في ولاد العم وكده اوكي. وبدايه منى كانت معايا يعني في كنا في اظن غاضبون وغاضبات. غاضبون وغاضبات كانت ظهرت معايا في حلقه من الحلقات او حلقتين في بداياتها، بس هي دلوقتي بقت نجمه كبيره جدا يعني. ايوه عرفت تستثمر شغلها وبتاخد ورش لغايه النهارده، تسافر امريكا تروح تشتغل وتتعلم شويه وترجع. بمناسبه الورش عملنا لنا قنبله. بمناسبه الورش بتعمل الحكايه دي يا شريف؟ لا، اكتفيت بس بالمعهد؟ لا يعني بصي، هو المعهد واجتهاداتي الشخصيه.